عايزه ارجع للطفوله. يعني اكيد كطفل انا متخيله انك كنت بتحب المطبخ وتحب تبتكر اكلات مختلفه، لكن في فرق ما بين انه الواحد يكون بيحب حاجه وان الواحد يعرف من جواه انه دي النداهه بتاعته، انه ده الكولينج، الحاجه اللي هو اتولد عشان يعملها. فنفسي ارجع معاك واسالك امتى اللحظه اللي حسيت فيها انك اتولدت عشان تكون شيف؟ ولا مره. ولا مره دخلت على المطبخ بالغلط. كانت غلطه بس مش ندمان عليها، يعني احلى غلطه عملتها بحياتي. بالصف التاسع او مثل بسموها بسوريا البروفي، هي المرحله اللي بتنتقلي فيها من المرحله الاعداديه للثانويه. فلازم تجيبي السكور تبعك يكون عالي عشان تدخلي ثانويه عامه، ولا هتأدي انه انت تروحي ثانويه زراعيه ولا تجاريه ولا صناعيه. فعلى حظي كان مجموعي يعني فوق المعدل بعلامه واحده، يعني علامه واحده لا برسب لا بنجح، فنجحوني. اتس اند اب انه ولا حد اخذني، يا ولا مدرسه بتقبل فيني. فالقرار كان من العيله، انه كانت صدمه طبعا، يعني انه عندهم واحد كسلان في العيله مش شاطر، وخاصه من العيله والدي مهندس والدتي مدرسه. والعيله كلهم لا اما يعني كلهم محصلات علميه عاليه او بالبزنس. فقلت بيني وبينك احسن خلصت من المدرسه وقعد معها. وانا صغير يعني المدرسه كانت بالنسبه لي مكان ماله مريح، ما كنت احب المدرسه. فقرر والدي يحطني بمصلحه، لانه بتعرفي بسوريا اذا ما عندك شهاده لازم يكون عندك مهنه. فحد نصح عليه، قال له خليه يتربى، حطه بمكان كده، خليه يعني بورشه صناعيه، يعني يعرف الفرق بين المدرسه وبين الشغل. فبيني وبينك كنت مبسوط. فحطوني بورشه بتعمل لف محركات صناعيه وبتعمل لوحات كهرباء صناعيه اللي هي SMTP، وعجبتني الفكره. بعد 3 شهور من الشغل في الورشه بلشت احس انه عملت شي غلط. وقت بلشت اشوف اصحابي هم رايحين على المدرسه وانا رايح على الورشه، حسيت صار في عندي هون يعني في شي غلط. ف مرة من الأيام بيجي بابا على الورشة اللي عايزك ضروري. خير شو في؟ أنا خفت يعني بقى إنه صاير شي في العيلة. قال لي فتحوا مدرسة للفاشلين مثل حكيتك اسمها الفندقية، وحد نصحني إنه تروح أنت تجرب. قلت له أنا ما بعرف شو معناتها فندقية أصلا، يعني what does mean that؟ قال لي مدرسة بتعلم فيها الطبيخ، وممكن تبقى شيف حلواني شاطر، وممكن تبقى شيف. هلا بتذكر طلعت فيه لبابا قلت له بدك يعني اصير طباخ؟ قال لي اسمه شيف يا غشيم، بس بدك توعدني اذا رحت على المدرسه ما تخبر امك. قلت له اوكي. فانا قلت يلا حلو مدرسه وخلينا اشوف، قلت يعني مالي خسران شيء، بدخل واذا حبيتها بكمل. فرحت المدرسه. من اول يوم وقت دخل الشيف على الكلاس روم تبعتنا وبلش يشرح عن المطبخ وايه المطبخ وما بعرف شو، حسيت فيها الانسان هذا عنده شخصيه او كاريزما، او يعني في شيء وراهم، يعني هدول شيف وبعدين هم داخلين يعني على المدرسه كل الناس احترامات وشيف يعني. فعجبتني الفكره. انا بحب السلطه. لانه الشيف سلطه طبعا بالمطبخ مش برا المطبخ. فقلت خليني أكمل أسبوع ولو حبيت أكمل. بس أنا يعني بهداك الوقت طالع من عيلة شرقية بحت، يعني ولا في حياتي دخلت المطبخ ولا عندها أمي فكر إنه أنا أدخل معاه أعمل تورتاية ولا كيك ولا ما عندها هذا الفكر. يعني كانت رافضة فكرة انك تكون شيف كمان يعني 100%. هلا طولي بالك شوف الصدمة انت بعد ما دخلنا بالصدمة. فبالنسبة لها انه الشاب مو مكانه في المطبخ للبنات. فبعد باسبوع رحت على البيت، امي مستغربة لانه ما بلبس لبس الورشة ورايح شكلي يعني بقيت هيك متهندم ومتهندس. فطلع رحت على مدرسة اسمها الفندقية، واظن
رح أكمل بالمدرسة. هون كانت بقى الصدمة، يعني هلا بتذكر كيف كان شكل أمي، صدمت. ومشكلة كتير كبيرة كانت بين أمي ووالدتي إنه كيف أنا رح أصير طباخ، ومين حيتجوز ده، ومين حياخده. كنا نروح نتقدم لحد نقول لهم بدنا طباخ. يعني بالنسبة لها كانت غريبة، صدمة بين رفقاتها، بين كيف تخبر رفقاتها وتقول لهم ابني دخل مدرسة مشان يتعلم طبيخ. فيعني ما كانت مستوعب الموضوع. ف أنا أصريت أدخل، فعملت علي حملة بين خالي وعمامي وإخوالي وعمامي وحتى جدي الله يرحمه، إنه يلعبوا في عقلي إنه أطلع من المدرسة دي، إنه عشان مش لايقة بالعيلة ولا باسم العيلة ولا لايقة يعني إيه الكارير ده. لا، تقول له أمي خليه يطلع حلاق أحسن، حلاق شعر على الأقل نفتح له محل يبقى عنده دكان حلاق، يعني is a barber shop. فأنا عنيد وبحب المذاكرة، فعجبتني الفكرة. قلت لا، خليني أكمل في المطبخ، هشتغل سنة هشوف الموضوع. قلت مش هشتغل، قلت هدرس سنة، لو عجبتني أكمل، لو لا هطلع من المجال. فضولي وصلني لهالمرحلة هاي. يعني أنا الفضول تبعي بيقتلني أيام، أنا لذلك بحب دائما أعمل ريسيرش وأتعلم أو أغير. ليش؟ بسبب الفضول. فالناس بتقول لك الشغف إنه هو بيعمل الشيف، أنا بالنسبة لي الفضول هو بيعمل الشيف. لأنه إذا أنت فضولية تعرفي شو عم بيصير that make you need an answer. أنا بالنسبة لي دائما ببحث عن أجوبة. فالمطبخ بحر كبير، فيه مو أسرار، فيه أكتر من الأسرار، بس كمان البحر بسيط. يعني إذا بتفهمي كيف تتعاملي مع البحر ممكن جدا تطلعي شيف شاطر. فحبيت الموضوع وكملت. هذا الكلام كان بعام 1994. كل العائلة كانوا مصدومين، كل أصدقائي كانوا أكثر مصدومين. يعني كل ما حدا يشوفني شو درست، شو عم تدرس، قال مدرسة فندقية. شو هاي؟ مدرسة بتتعلم سياحة أو طبخ أو مجال فنادق أو يعني أو بتبقى جارسون. أنا يعني ممكن، ليش لا؟ يعني شغل تاني، يعني السيرفيس، يعني وجه المطعم. يعني إذا ما كان عندك سيرفيس وعندك أكل حلو، صدقيني دائما المطعم بيفشل.